خبز العدس طريقته كلش سهلة وينفع للدايت ومرضى السكري واللي عندهم حساسية من الحنطة. طريقته كلش سهلة وبسيطة والكل يقدر يسويه من أول مرة. ويلا نبلش بالطريقة. هنا أنا عندي العدس كوبين منقعتهم وغاسلته كلش زين، ضفته بالخلاط وحضيف له أيضا رشة من الملح كلش بسيطة وقلاص من المي، أخلطه كلش زين بالخلاط. وبعد ما يصير عندي قوامه بهذا الشكل، أخلّي الطاوة على النار وأضيف لها ملعقة من الزيتون وأمسح الطاوة. طبعًا هنا أنا خلّيت زيت الزيتون لمرة واحدة فقط، يعني مو كل مرة أخلّي زيت، بس لمرة واحدة فقط. وخلّيت كمية، كمية وأفرد خليط العدس، وهسه أغطي الطاوة. وهنا أنا بعد ما صار عندي شكله بهذا الشكل مثل ما تشوفون، أحرّك الحواف وأتأكد إنه استوى وأقلبه للجهة الثانية. وانتظر يستوي من جوا وبعدين أشيل الخبزاية. طبعًا طريقته كلش سهلة وبسيطة وما ياخذ من عندكم وقت. لا تنسون لازم تجربوها، خاصةً أنتم أهل الدايت ومرضى السكري واللي عندهم حساسية من الخبز كلش راح تفيدهم هذه الطريقة. مو تنسون تخلون القلب أحمر. ألف صحة وعافية علينا وعليكم يا رب. إن شاء الله عجبتكم الطريقة.